اخبار مية مية في الكرة المصرية فضلا وليس امرا، دعمني باللايك والمتابعة ويلا بينا. غضب مارسيل كولر من لعيبة الاهلي صديقي في المباراتين بتاعة فاركو وبتاعة سموحة ممكن يدفعوا ان يعمل سوق انتقالات تاريخي للنادي الاهلي. وكلم اللعيبة بكل صراحة وقال لهم اللاعب المتخاذل مش هيكون ليه مكان معايا في الفريق تاني. وهدد اللعيبه كمان يا صاحبي ان اللاعب اللي هيتخاذل في المباريات اللي جايه ومش هيديله بنسبه 100% مش هيضيفه في قائمه كاس العالم للانديه. وعمار حمدي دخل التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي ودخل بقوه ومستني ان مارسيل كولر يديله فرصته عشان يحكم عليه قبل ما يشوف هيطلع اعاره ولا هيكمل في الفريق. واكرم توفيق بعد ما خلاص اتاكدوا ان هو عنده قطع كلي في الرباط الصليبي هيسافر المانيا خلال ساعات عشان يروح للدكتور النمساوي. والنجم التونسي يا صديقي كريسبو اللي النادي الاهلي اتفق معاه على كل حاجه وخلص معاه كل حاجه، نادي النجم الساحلي التونسي عايز الصفقه كاش ومش عايز يقسط، والنادي الاهلي بيحاول يقنعهم بالقسط عشان ازمه الدولار. نجم منتخب نيجيريا دانيال ايفري اللي النادي الاهلي عايز يتعاقد معاه ده